السلام عليكم الاخوان والاخوات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد غنديروا لا بريوش او القرص او القراشل، كل واحد كيفاش كيسميهم. كيجيو مقطنين، كيجيو رطبين، كيجيو واعرين، واخا يصبحوا الله غديه كيبقاو رطبين ما كيقصحوش نهائيا. نخليكم مع المقادير والطريقه في نفس الوقت. غادي نحتاجو 350 ملل ديال الحليب اللي هي 2 كيسان ديال العنبه يكونوا عامرين بالحليب. الحليب ضروري يكون دافي. عندنا بيضه وحده كامله، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، عندي راس معلقه ديال الملحه، ماشي راس معلقه، قول نص معلقه كبيره، عندي 3 المعالق ديال السكر سنيده، خماره وحده يعني من فئه 8 غرام او 7 غرام بحال. عندي ساشي ديال الفاني، انا درت هذه اللي بزهره النكهه ديال زهره البرتقال، ممكن ديروا غير الفاني العاديه. صافي كنخلطوا كلشي المقادير وغادي نركب العجانه وغنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وهي كتسلك. الدقيق هزات ليا 500 غرام قد يعني 5 ديال الكيسان، 500 يعني العبار اللي عطيتكم مضبوطين كيجيو. صافي اخر حاجه غادي نضيفوا نص كاس ديال الزيت العاديه، غادي نبدا نضيفها شويه بشويه وهي صافي. بعد ما دخلت فيها داك نص كاس ديال الزيت، هذا هو القوام ديال العجين. كيف ما شفتوا راه كيبقى كيتلصق في اليد باش يجينا البريوش هشيش ورطب. صافي كندهنوا يدينا بالزيت، كنجمعوا ليها جنابها مزيان، وغادي نغطيها بواحد السلوفان ونخليها حتى تخمر مزيان يضاعف الحجم ديالها. صافي هذه العجينه بعد ما خمرت لينا، شوفوا كيفاش ضاعف الحجم ديالها. غادي نحيد منها الهواء وغادي ناخذ واحد شويه الزيت باش غادي ندهن يديا، حيت العجينه اصلا خفيفه بزاف وكتلصق في اليد، ضروري غادي نعاونوا بالزيت. شوفوا العجينه كيفاش كتولي مطاطيه، كتولي زوينه في الخدمه. من هنا كتعرفوا البريوش كيفاش مدلوكه، كتعرفوا البريوش غادي يجيكم مفشفش. صافي كنبدا نخرج منها كويرات صغيورين، نديرهم غير صغيورين راه حيت كيتنفخوا ما نقرصهم ما والو، نديرهم غير صغيورين. انا مازال زدت نقص منهم هنايا، واخا خرجت على هذا القد وزدت نقص منه. كندهن يدي بالزيت صافي، وكنبدا نخرج كويرات كيف قلت لكم ونستف في اللاطه. كناخذوا انا كندهنهم قبل ما يخمروا وعاد كنعاودهم فاش كيخمروا باش كيجيني فيهم داك اللون. كناخذ واحد البيضه كامله، معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، كندوبها بشويه ديال الحليب حتى كندوبها شويه في التفصيل، عاد كنزيد على البيض باش داك الحبيبات ديال القهوه ما يبقاو لياش مع البيض. كيف ما شفتوا صافي، وغادي نحرك كلشي وغادي ندهن البريوش ديالنا. وهذاك الخلط اللي غيشات لنا راه ما غنلوحوش، غادي نخليوه حتى يخمر لينا البريوش، غنعاودوه. كيف ما شفتوا ها هو البريوش كيفاش خمر ليا، يعني طلع مزيان. كنعاود ندهنو دهنه خفيفه من الفوق، يعني ما توركو عليه ما حتى شي حاجه، غير من الفوق كنعاود ليه الدهنه. صافي كندردر عليه. هنايا انايا درت هنايا كاوكاو كونكاسي، ممكن ديروا الزنجلان، ديروا السكر سنيده، كل واحد باش بغى يزينو كيبقى اختياري. غندخلوه للفران، نشال عليه من التحت حتى كطلع ليه الحموضه مع الجناب، وعاد غنشال عليه من الفوق باش ياخذ اللون ديالو. وها هما بعد ما خرجتهم من الفران كيف ما شفتوا كيخرجوا مذهبين، كيخرجوا غزالين. كيف ما شفتوا كنقول لكم ديروهم صغار حيت كيطلعوا مزيان في الفران. كنتمنىكم تجربوهم، راه احسن بريوش اللي جربت. يعني كيجيو مفشفين، واخا يباتوا ليله كامله يبقاو لا غدلي كيبقاو رطبين ما كيقصحوش نهائيا. كنتمنىكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر.